اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. قاعده كده لا بيا ولا عليا، ولقيت عيالي داخلين عايزين حاجه حلوه. قومي يا ماما اعملي لنا حاجه حلوه. بيني وبينكم كده انا كنت مكمره كده لفه جلاش على جنب، بس يلا مش خساره فيكم. يلا بقى نجرب الترند الجديد بتاع الجلاش في الطاسه ده، وهنشوف هو حلو ولا نص كم. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. عندنا كده لفه جلاش، وما شاء الله تبارك الله بقت ب 12 جنيه. ما شاء الله كنت بجيبها ب7 جنيه، بقت ب 12 جنيه. عندك بقى شويه سمنه كده حلوين. خلاص. ورقتين كده من الجلاش. تمام. بصراحه لفه الجلاش دي عجبتني، حلوه قوي على فكره، وكمان سميكه كده. ورقتها بصراحه جميله. هندهن بقى سمنه. ماشي، يعني هدهن من اول الطرف ده سمنه، ومن الطرف التاني سمنه اللي هو بالطول. خلاص، وبعد كده هلفها ورشه سكر بودره كده. بصي هتخليها تحفه. هنا بقى هنضيف المكسرات بتاعتنا. تمام، اي مكسرات عندك، مش شرط يعني تكون مكسرات غاليه. شويه زبيب على جوز هند، ولو مش متوفر لا ده ولا ده عادي ممكن ترشي سكر بودره. تمام، وتقفليها بالشكل ده زي ما انت عايزه. وممكن كمان تعمليها سمبوكسه، برضو هيبقى شكلها حلو. ممكن تعمليها مربع كده، وبعد ما تقليها وتخلصي هتقسميها، يعني هتقسميها كده بالنص كده، وهتبقى برضو معاكي تحفه، ومديه برضو الشكل اللي هو السمبوكسه ده، وشكلها هيبقى جميل جدا وسهله وسريعه وما خدتش وقت. هعمل معاكم كمان واحده. هنا طبعا هندهن سمنه بالفرشه. خلاص، في الجنبين. يعني هقسم ايه الجنب ده والجنب ده، وبعد كده هعملها بالطول زي ما انت شايفه كده، واحط عليها سكر بودره. وسكر البودره ده حسب رغبتك انت، عايزاها مسكره عايزاها مثلا عاديه، زي ما انت عايزه. وكل ما هقلب كل ما هدهن سمنه. بصي اهو، هدهن بقى الوش بتاعها سمنه. خلاص. وهنيجي بقى عند الطاسه بتاعتنا ونحط شويه سمنه كده، مش كتير. ماشي، هنسيبهم بس ايه يسخنوا. في الوقت ده هنكون محضرين لبن. ممكن تجيبي ربع كيلو لبن هيكفي على فكرة. مش شرط يعني تخليها مكلفة قوي، بسرعة ما خدتش وقت. لو عندك ضيف فجأة هتعمليها برضك بسرعة جدا، وعلى فكرة طعمها حلو. وهتشوفي برضو دلوقتي، بصوا انا حطيتها مسافة ما حطيتها يعني على طول هتتحمر على طول، مش هتاخد معانا اي وقت. بصوا، في رمضان كده، في عزومات رمضان ممكن تعمليها برضو، مش هتاخد معاكي اي وقت. طعمها بقى يا جماعه حلوه، ما فيهاش اي حاجه للناس اللي بتحب الحاجات الطريه. تمام. لكن لو انتي بتحبي الجلاش بتاعك مقرمش، لا مش هتبقى معاكي يعني حلوه. يعني مش هتحبي طعمها. لكن الناس اللي بتحب الحاجات الطريه دي، لا هي بصراحه جميله جدا جدا. هنا بعد ما خلصت طبعا الكميه كلها وقلتها. خلاص، هنا بقى هنزل في اللبن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش يا جماعه تصلوا على الحبيب المصطفى كده في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم مني كل جديد. هنا انا بوريكم انا عملت 3. طبعا دي مش كل الكميه، لفه الجلاش عملت اكبر كميه طبعا اكتر من كده. خلاص. هنا هنرش كده عليها شويه جوز هند وسكر بودره. عارفين بقى السكر بودره لما بينزل عليها كده وهي سخنه تحفه، بيديها طعم رهيب بجد. وبيتشربها، وبعد كده بعد ما تهدى بشويه بترش عليها سكر بودره تاني وجوز هند وزبيب، بيبقى طعمها بصراحه جميل جميل جميل. هنا طبعا انا عملت واحده ساده من غير اي حاجه خالص، من غير اي حشو، والباقي بالحشو. متنسوش لايك واشتراك.